السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم. وصفة اليوم شكشوكة النقانق، بقدمها لكم بطريقة سهلة. بس قبل ما نبدأ، فضلا وليس أمرا، اشتراك وتفعيل الجرس، وبسم الله. أضيف زيت نباتي حوالي ملعقتين. سخن الزيت، أضيف النقانق مقطع شرائح. على جنب أضيف البصل وأقلب البصل لين يذبل، وادمج البصل والنقانق. البصل ذبل والنقانق تحمر، أضيف الطماط، حبتين طماط مقطع، وأحرك لين يذبل الطماط. أضيف ثوم بودر وممكن ثوم فصوص. هنا أضفت ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملعقة صغيرة ملح، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، ملعقتين معجون طماط، فلفل بارد مقطع بالطول، وأضفت 7 حبات بيض، وأحرك لين ينشف. وهنا البيض نشف وأصبح ناضج. أطفي النار، وأخيرا أضيف البطاطا المقلي، أضيف الشيبس، ويقدم. لا تنسوا اللايك واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وانتظروني في فيديو قادم، ومع السلامة.